السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس النهاردة هنتعلم ازاي نوظف كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها في ان احنا نعمل تصميم بسيط زي التصميم ده. نفتح نيو فايل ونخليه سوشيال ميديا اللي هو انستجرام وندوس كرييت. اول حاجة عندنا ان احنا محتاجين الحاجات اللي احنا هنعمل عليها التصميم، وهو في المثال اللي عندنا هنا هو الكرسي. انا عندي صورة الكرسي جاهزة، بمجرد ان انا بس هسحبها في التصميم. هنا احنا ممكن نجيب الصورة دي منين؟ ممكن ننزلها من جوجل، او ممكن انا شخصيا بستخدم موقع فريبك. فريبك ده تقدر تنزل منه اي صورة انت محتاجها، او حتى ملفات جاهزة BSD ونقدر نعدل عليها. بعد التسجيل في الموقع بيكون في امكانية ان احنا نقدر ننزل لحد 10 حاجات في اليوم. هو رقم مش كبير بس هيكون مفيد في حالة ان احنا لسه في البداية. تمام، بعد ما جبنا صورة الكرسي هنعمله convert to smart object. smart object ده بيحاول يخلي التصميم مهما كبرناه أو صغرناه ما يأثرش على الشكل بتاعه. يعني احنا لو ما عملناش السمارت اوبجكت، يعني لو لاحظنا سمارت اوبجكت بيكون في علامة هنا، احنا لو لغينا الكلام ده وبدأنا نصغر الكرسي كده، تمام، وعملنا اوكي ورحنا كبرناه تاني، هنلاحظ ان الكرسي بقى مبكسل او الصورة بتاعته مش واضحة. لكن لو جينا عملنا سمارت اوبجكت ورحنا صغرنا الكرسي وكبرناه تاني، هنلاحظ ان هو نفس الشكل بتاعه ما اتغيرش، فهو بيحافظ على الشكل بتاع الحاجة اللي احنا عاملينها، بحيث ان هي ما تبص اثناء التغيير الحجم بتاعها. تمام، فاحنا هنغير حجم الكرسي تقريبا، نخليه كده مثلا، لان هو العنصر الرئيسي في التصميم. تاني حاجة احنا محتاجين نعمل حاجة للباك جراوند، وليكن كمثال احنا هنخليها جريدينت. هنيجي عند الباك جراوند هنا ونختار الجريدينت، ونحدد الجريدينت من هنا، ونختار الألوان ونخليها راديال علشان يكون اللون الأول في النص واللون التاني على الحواف، بمعنى إن هو يكون شكل دائري. اللون في النص هو اللي فتح والحواف هي اللي غامقة. تمام، علشان نعمل الجزء اللي تحت الكرسي هنعمله ازاي؟ أولا هنيجي بالريكتانجل تول ونروح عاملين الجزء الأول. هنخفي الكرسي مؤقتا عشان نشوف احنا بنشتغل ازاي. ادي ده الجزء الأول. تمام، هنعمل الجزء التاني ونظبطه عليه، أو ممكن بكل بساطة ناخد كوبي من اللاير نفسها، سواء نسحبها هنا أو نعمل كنترول في أي حاجة، مفيش مشكلة. ونبدأ نسحب واحنا ضاغطين على الشيفت، بحيث إن احنا لو حاولنا نحركها يمين وشمال مش هتحرك، هو بيتحرك طول ما احنا ضاغطين على شيفت في الاتجاه اللي احنا حركناه في الأول. بمعنى إن أنا لو جيت أحركه يمين ورحت دوست على شيفت، هيبدأ يحركه يمين وشمال من غير ما أقدر أحركه فوق وتحت. لكن لو دوست شيفت وعملت اتجاه لفوق، هيبدأ يحركه لفوق وتحت من غير يمين وشمال. دي ميزة ان انت تتحرك بالشيفت، بحيث ان احنا لو عايزين نعمل محاذاة زي كده ان احنا ما نغيرش المسافة بتاعته. تمام، هو كده فوق الشكل التاني بالظبط. هنيجي عند الشكل اللي فوق ونعمل edit transform ونعمله perspective علشان يبان كأنه مسطح، علشان نحط عليه الكرسي. هنبدأ نسحب الجزء اللي فوق ده لقدام شوية، بحيث إن احنا نخليه بالشكل ده كده، كأنه ستيج أو منصة، يعني نقدر نحط عليها الشكل بتاعنا بحيث إن هو يديله برضو منظر جميل شوية. هنبدأ نظبط الكرسي عليه، نخليه بس فوق اللايرز دي عشان يكون فوقيها، ونظبط المكان بتاعه. بعد كده عايزين نظبط الشكل ده بحيث ان هو يبان شكل، لان هو كل اللي باين فيه ان هو لون ابيض بس، مش باين لون معالم. هنظبط الشكل ده ازاي؟ اول حاجة احنا ممكن نعملها هي ان احنا نيجي على اللاير اللي تحت ونعمل exposure، ونبدأ نقلل الحاجة دي شوية علشان ندي اللمسة الخفيفة دي بتاعة الاكسبوجر. هنخلي بس اللون هنا ابيض علشان نرسم بالفرشة اللون بتاعنا. هنيجي عند الحواف بس وهندي لون كده بسيط
بحيث إن هو يبان إن هو مش مجرد شكل أو لون أبيض بس، إن هو يكون ليه معالم بحيث إن إحنا نحط له ظل والباقي هيكون إضاءة، بحيث إن هو يكون شكل ليه معالم. ده بالنسبة للشكل اللي تحت. الشكل اللي فوق طبعا لازم يكون ليه برضه معالم. احنا حاطين الكرسي هنا، بس ايه اللي يثبت ان الكرسي ده موجود على المكان ده؟ زي ما احنا عارفين ان احنا هنعمل شادو وإضاءة. الظل والإضاءة بالنسبة للشادو هنعمله بالفرشة عادي، ونصغر دي بحيث ان هي تكون نايمة كده، ونخلي اللون اسود، ونبدأ نصغر الفرشة لحد ما تكون كده تقريبا، ونقلل الفلو شوية، وندي بس ضغطة واحدة هنا، وضغطة هنا، وضغطة هنا، وضغطة هنا. احنا بس بنختار الأماكن اللي بيكون مركز أو نقطة ارتكاز بتاعة الكرسي على المكان ده، علشان ده هو اللي بيكون عليه الظل. علشان نلغي حوار الحواف اللي طالعة بره المكان ده أو بره الشيب، بس هننزله تحت الكرسي نفسه علشان المفروض الظل يكون تحتيه، وبعد كده نعمل كليبنج ماسك هيكون جواه مفيش أي حاجة تطلع بره. وبرضه علشان الكرسي نفسه بيكون ليه ظل، فاحنا نيجي برضه في نفس اللاير ونكبر البرش شوية، ونقلل الفلو شوية تاني بحيث ان هو يكون اقل حدة. نروح بس عاملين كليك بسيط هنا بحيث ان هو يدي منظر واقعي شوية. هو ممكن يكون بس الشادو زيادة، فممكن احنا نقلل من الاوباسيتي شوية بحيث ان احنا نظبط الشكل بتاعنا، مفيش مشكلة. علشان نعمل الشكل اللي ورا دي بكل بساطة هنجيب بس الدايرة واحنا ضاغطين على شيفت علشان يخلي الأبعاد متساوية، لأن احنا لو سيبنا الشيفت هيبدأ يرسمها عشوائي، فاحنا عايزين بس تكون الأبعاد متساوية. ونخلي اللاير بتاعت الدايرة دي فوق الباك جراوند على طول عشان تكون ورا كل حاجة، ونخليها بالشكل ده. ممكن نحدد كل الحاجات دي وننزلها في المكان ده كده. بالنسبة للكلام اللي هنكتبه احنا ممكن نخليه فوق الشيب ده على طول. هنكتب مثلا كلمة furniture، وهنخليه بنفس لون الباك جراوند الغامقة اللي هو ايه على الجنب خالص هنا. احنا ممكن نخليه بأي لون، بس الأفضل إن احنا نخلي التصميم كله بيتكون من لونين أو ثلاثة بالكتير، علشان يكون التصميم مريح للعين ومفهوش زحمة، ويكون شكله مناسب وكويس وشكله حلو عامة. تمام. احنا ممكن برضو نخليه ورا الكرسي بحيث ان هو يديله شكل جمالي اكتر. وهنجيب الريكتانجل تول تاني علشان نحط كلمة اوردر ناو. هنسحب النقطة دي اللي هي الزرقاء شوية علشان يبدأ ينعم الحواف. يعني لو قربنا كده وخلينا دي عند الأول هنلاحظ إن هو مربع عادي خالص زي ده أو مستطيل. كل ما نسحب الحواف دي هنلاحظ إن إيه الحواف بتبقى أنعم مش حد. هنخليها بس ناعمة شوية بسيط، ونجيب التكست تول ونكتب مثلا اوردر ناو، ونصغر الكلام ده شوية علشان نظبط التكست أكتر. ممكن نظبطه من هنا، بمعنى إن إحنا مثلا علمنا على التكست كله، نبدأ من الإسكيل هنا إن إحنا نقدر نصغره كطول وعرض مش كحجم. تمام. فإحنا نقدر نصغره شوية علشان يناسب المكان اللي إحنا عاملينه أو يناسب التصميم عامة. ومن التراكنج نقدر إن إحنا نبعد الحروف عن بعض من غير ما نفضل ندوس سبيس او مسطرة كتير، فهو ايه بيعمل الشكل ده اوتوماتيك، وبتكون المسافات متساوية. فاحنا بس نخليها ابعد شوية ونصغر الفونت شوية، بيديها لمسة جمالية احسن. وممكن من تحت هنا نكتب رقم تليفون. طبعا الرقم تليفون ده هيكون عشوائي علشان بس الفيديو، ونخليه مثلا لونه ابيض. ونعمل نفس الحاجة ان احنا هنصغره شوية، ونروح عاملين تراكنج بحيث ان هو يبعدهم عن بعض. وهنخليه تحت
كلمة order now. وهنا ممكن نضيف اللوجو، هو طبعًا اللوجو بيكون معانا جاهز أو جاي من الclient أو من العميل اللي إحنا شغالين معاه، بس إحنا هنضيف كشكل عشوائي.